الاهلي وبالميراث في كاس العالم للانديه، وهقول لك على اساسيات مش محتاجه بقى مدرب، يعني مش محتاجين مدرب علشان نطلع نقول الاهلي لعب او الاهلي ما لعبش. اللاعيبه في الملعب تعمل الكلام ده وهي مغمضه، وانت مغمض كده تبقى انت فاهم هتعمل ايه. بعد كل السنين دي والتاريخ وعدد المباريات اللي اللاعيبه لعبتها والفلوس اللي اللاعيبه ما شاء الله، يعني ما شاء الله بتاخدها، لسه مش عارفين الفرق بين الظهير وبين الجناح. لسه مش عارفين يعني ايه الجناح يدخل فروت تاني ويفضي مساحه للباك، يعني ايه الجناح يدخل جوه ال 18 يخلق لنفسه فرص ان هو مهاجم. ما هو انت راجل بنلعب بثلاثه قدام، فرود واثنين بيلعبوا جناح او هفاض، المفروض الاثنين دول في ال 18 علشان احنا بنلعب بحمدي فتحي ومروان عطيه. المفروض لما حد فيهم بيزيد من الباكات هما الاثنين بيغطوا تحتهم، يعني ما فيش حد فيهم هيزيد، فبالتالي الجناح بيدخل لجوه يفضي للباك عشان الباك يزيد يقدر يعمل اوفر. انما الجناح مش مطلوب منه ان انا افتح الخط واعمل اوفر. انت لو جيت تبص لفرقه بالميراث تيجي تبص تلاقي الجزء الهفاض على ال 18، اكتر واحد فيهم في الجزء الهفاض فاتح الملعب على خط ال 18، يعني مش واقف على خط الملعب من بره. يا جماعه يعني ركز بالله عليك، وارجع واكرر واقول لك ويا رب نفهم، الباك مش هيزيد ولا هيبقى له خطوره الا لما الجناح يدخل جوه ويفضي مساحه وياخد الخصم معاه. كلامي بالذات في الماتش ده لزيزو وتريزيجيه، بصراحه اللي وظفكم في مركز الجناح ظلمكم وظلم الفريق كمان. انتوا لعيبه عندكم امكانيات بس مش فاهمين واجبات المركز اللي بتلعبوا فيه. دايما بتختاروا المكان اللي تستلموا فيه وتباصوا او تعملوا اوفر. المكان الصح، المكان الصح اللي انت تستلم فيه وتروح على الجون او تبقى قريب من الجون تجيب هدف او تعمل خطوره بجد. شوف محمد صلاح لما بيستلم بيبقى قريب من الجون، شوف لامين يامال لما بيستلم بيبقى قريب من الجون. اتفرجوا على الهافات، اتفرج على الهافات اللي كانوا بيلعبوا قدامك النهارده بتوع بالميراث، اقل واحد فيهم بيستلم قريب من الجون، قريب واحد على واحد. انما انت راجل بتنزل تدافع، راجل بتستلم وتسلم ورا على الخط، راجل فاتح الملعب، راجل اصلا مش مدي الفرصه للباك اللي بيلعب تحتك ان هو يزيد. معقول يا جماعه يبقى عندنا في الملعب حمدي فتحي ومروان عطيه تمام، ونيجي نبص نلاقي زيزو وتريزيجيه واقفين على الخط وفاتحين ما بيلعبوش مهاجمين؟ انت الوقت انت لما تيجي تلعب مهاجم بالاثنين الهافات عندك اثنين اصلا ديفندرات مغطيين الهافات ومغطيين الباكات ومغطيين الدنيا كلها. كلمه اخيره، شابوه بن رمضان، سلام.